ده انا جابك عشان احمد فتحي. ايه قصه احمد فتحي ده يا كابتن عصام؟ احمد فتحي خد 3 انذارات في ماتش ايه يا كابتن مصطفى؟ في واخد 3 انذارات ماتش الشرقيه والداخليه وبتروجيت. ولعب ازاي؟ الداخليه وطلائع الجيش وبتروجيت الاسبوع الاولاني، الاسبوع الرابع. الداخليه الاسبوع الكام يا محمد؟ الرابع والعاشر وال23 يا كابتن. يعني خد 3 انذارات. خد 3 انذارات ولعب ماتش الاتحاد. اكيد هنرجع للجنه المسابقات يا كابتن مصطفى. يعني موضوع زي ده لازم لجنه المسابقات عندها هي اللي بتختار الانديه بالانذارات، مش موقوف من خلال السكور اللي بيتبعت او الاخطار اللي بيتبعت من حكم المباراه. فهنا نرجع لجنه المسابقات هي اللي تاكد لنا اذا كان ده حصل او لا. كابتن عصام لو قدامك تلفزيون هافتحه وهات قناه القاهره، هجيب لك ال3 انذارات بتوع احمد فتحي بال3 ماتشات. والله حاليا انا خرجت من المحاضره. خرجت من المحاضره. احنا دلوقتي احنا قدامنا الثلاث انذارات اللي خدهم فتحي. في الحالات دي لو تاكد يا كابتن يبقى الاهلي بيخسر المباراه. لو اي لعيب حصل على 3 انذارات بيتوقف مباراه. فلو لعب طبعا ممكن يعرض فرقته لخساره المباراه، لكن لازم نتاكد من ده من خلال الاوراق الرسميه والمستندات الرسميه اللي بتخرج من لجنه الحكام والمسابقات. هل ممكن يعني احنا قدامنا ال3 انذارات ممكن يكون في ماتش من الماتشات دي الحكم ما قايلش الانذار فبالتالي ما راحش للنادي الاهلي ايقاف احمد فتحي؟ ممكن ده يحصل يا ابو الكباتن؟ الاخطاء وارده، لكن لازم نرجع للمستندات الرسميه اللي هي لجنه المسابقات. ده مين بقى؟ الحاج عامر حسين؟ هنرجع للمسابقات ونشوف من خلال الاوراق الرسميه السكور شيت او اختار العقوبات اللي بيروح للنادي او بيستلموا النادي وبيروح لجنه المسابقات، ومن هنا نقدر نصل الى الحقيقه يا كابتن مصطفى. كابتن عصام مش عايز اعطلك اكتر من كده، بشكرك جدا وتحياتنا لحكامنا الكبار العظام اللي يعني زملاء وناس على مستوى عالي جدا من الكفاءه. وانا سعيد جدا ان نصر عايز تسال في حاجه؟ لا انا مش هسال. بشكرك كابتن عصام جدا. شكرا. بقول ان الحكام